لو بتعاني من الانتفاخ أو وجع العضلات بعد التمرين، فممكن مشروب بسيط زي الجولدن ميلك يكون إضافة مفيدة ليك. المشروب ده أشهر مكون فيه هو الكركم، والسبب الرئيسي هو مادة اسمها الكركمين. الكركمين معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، وده اللي خلى عليه دراسات كتير مرتبطة بصحة المفاصل والعضلات والتعافي بعد المجهود. كمان بعض الناس بيلاحظوا إنه بيساعد الهضم ويقلل الإحساس بالانتفاخ، لكن طبعاً مش بديل لعلاج أو لنظام غذائي متوازن. ومن الحاجات المهمة إن امتصاص الكركمين لوحده بيكون ضعيف، عشان كده بيتضاف رشة فلفل أسود، لأن مادة البايبرين ممكن تساعد الجسم يمتصه بشكل أفضل. وطريقة التحضير بسيطة: كوباية حليب أو بديل نباتي مع معلقة صغيرة كركم ورشة فلفل أسود. ممكن تشربه بعد الفطار أو بالليل حسب ما يناسبك. بس مهم تعرف، الكركم مش مشروب سحري، وفوائده الحقيقية بتظهر لما يكون جزء من أسلوب حياة صحي: أكل متوازن، نوم كويس، وحركة منتظمة.